الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل السمك بوري طريقتنا الجميلة طبعا، وربنا يجعل في ايدينا الهنا والشفاء يا رب العالمين. ما شاء الله، الله اكبر. طبعا احنا كنا عملناه، وطبعا كنا بنتغدى وصورناه طبعا تصوير كامل، وهنوريكم انا والمدام في قناتنا طبخ انا والمدام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، صلاة دائمة بدوامه باقية ببقائه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طبعا احنا هنبدأ حلقتنا. عندنا سمك بوري هيتعمل بالليمون والملح بس. بنبدأ نعصر أكبر كمية ليمون على السمكة، نغرقها ليمون، ممكن نحط نسبة خل بسيطة جدا أكننا بنعمل حمام للسمكة بالظبط. ندعك بالليمونة كل جزء في السمكة لحد ما تطلع معانا، ونحس ان السمكة طبعا شربت كل حاجة. عندنا الصينية هنا بنديها ندعي الزيت بسيطة جدا، وعندنا الردة بتاعتنا ده طبعا لازم نحط عليه ردة ونغطيه بالردة كويس جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. عملناه وجربناه وكلناه، ما شاء الله، الله أكبر. بالهنا والشفا لينا وليكم بإذن الله. طبعا بنرصه في الصينية اللي احنا دهنينها بالزيت عشان السمكة ما تلزقش معانا، وهنبدأ نديله السنس بسيط كده من الردة. لو لقينا حاجة مكشوفة تاني نجيب الخضار بتاعنا، كزبرة خضراء أو بقدونس حسب رغبتكم. أنا بحب الكزبرة. نبدأ نقطعها صغير جدا بنفس الطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه. صل على الحبيب قلبك يطيب. طبعا عندنا طماطم، عندنا فلفل حار. أنا بحبه بالفلفل الحار أنا والجماعة. لو ما فيش حد بيحبه بالفلفل الحار، أهم حاجة يكون في فلفل موجود عشان التتبيلة الجميلة. وعندنا طماطم طبعا، والليمون أكيد لازم يكون في موجود معانا ليمون. طبعا الخيارة ديت كانت عندي في التلاجة فجبتها وحطيتها عشان تكون عندي سلطة كاملة متكاملة. كملوا معايا وشوفوا طريقتنا الجميلة. البصل يا جماعة، هقول لكم على حاجة جميلة جدا. أنا ممكن أكل بصل بالسمك بس طبعا دي طبخ، ولازم أوريكم إحنا بنعمل إيه بالظبط. أنا بعمل في البيت كده. أنا باكل بصل، وجماعة عندي بياكلوا طبعا السلطة الجميلة أو الخضار اللي إحنا بنعمله دوت. كملوا معانا، اوعوا تروحوا من القناة لكي يوصلكم كل جديد. مش تنسونا باشتراكاتكم الجميلة، لايكاتكم المحترمة، تعليقاتكم اللي احنا بنقراها أكيد طبعا، وبنشوف ايه العيب عندنا وبنبدأ نطور من نفسينا. طبعا انتوا عينينا وانتوا مرايتنا. طبعا الشطة، الملح، الليمون، الخل، ندعة زيت صغيرة بتجمل يعني بتخلي الطعم جميل جدا، او زي ما كنت اقول كده واتلخبط، بتجمل الجمال وبتحلي الحلاوة وبتخلي المسكر مسكر والمعسل معسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب. بالله عليكم تصلوا على النبي. صلوا على النبي. دي السمكة بتاعتنا
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شوفوا الجمال، الريحة يا جماعة، انتوا لو معايا في المطبخ هتشموا الريحة. انا نفسي طبعا قبل ما كنت انزل الفيديو بتاعنا كلنا الصراحة، يعني ما مش انهضنا يعني. نديها طبعا، نفتح على الشواية فتحة صغيرة طبعا اكيد، وهنبص عليها بقى ايه، حاجة جميلة الجميلات. اللهم صل على النبي. طبعا انتوا معايا، مش هتسيبونا لحد ما نوصل لاخر حلقتنا الجميلة. هي حلقة طويلة بس صدقوني ممتعة، ولو جربتوا الأكلة مش هتسلوها. حاجة فيها فوسفور عالي جدا. طلب مني واحد طبعا ازاي بيتعمل رومي فرن. طبعا انا هتكلم دلوقتي على طريقة عمل رومي فرن، طريقة سهلة وجميلة جدا. طبعا دي خلطتنا طبعا بتحط عشان اول ما يطلع السمك نرشه عليها. كملوا معايا. طبعا الرومي فرن بنجيب عيش، وبنجيب جبنة رومي، زيتون، طماطم، فلفل، طبعا كاتشب زي ما انتوا عايزين، اي حاجة انتوا محتاجينها او يعني بتستطعموها ممكن تجيبوها وتعملوا بيها، بس انا بعملها بالطريقة اللي انا اقولها لكم دي، بيكون جميل معايا جدا جدا. الرومي فرن بيتعمل بالعيش والجبنة الرومي والزيتون الدبل او الشرايح طبعا، والفلفل، وممكن جبنة موزاريلا. انا بعمله طبعا بالجبنة الرومي بس. بجيب شرايح جبنة رومي وعيش، ببدأ افتح العيش ورش شرايح الجبنة الرومي، فوقها الطماطم، فوقها الزيتون، شرايح فلفل اخضر حر زي ما انتوا عايزين، من بدون حر زي ما انتوا عايزين. بنبدأ نحطها في الفرن، بتشموا ريحتها، بتبدأ تطلعوها تقطعها تكون احلى من الحواوشي. جربوها صدقوني هتدعوا لي ان شاء الله. في اقرب حلقة باذن الله هبدأ اعمل لكم رومي فرن. طبعا دي الصينية بتاعتنا طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين، زي ما انا شامم حاجة جميلة. طبعا التتبيلة اللي احنا لسه عاملينها بالخل والفلفل والثوم والليمون، ما شاء الله. نسقي السمكة منها كده. يا جماعة صلوا على النبي، يا جماعة صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. حاجة جميلة 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 جميلة. طبعا في ناس مش دقته، جربوه. طبعا بعد كده بنحط السلوفانة ده عشان يطرى مش اكتر من كده. ممكن نحطه تغطوه بصينية، بس انا كان عندي السلوفانة قدامها فطبعا عملتها بنفس الطريقة. هنعمل طبعا طبق الرز الجميل اللي بالهنا والشفا ناكله كلنا، وبسيط جدا. طبق الرز اللي انا بعشقه وبحبه من ايد المدام دايما، طبق الرز. شوفوا وكملوا معانا للاخر لكي يوصلكم كل جديد. اتمنى منكم الاشتراك في القناة. طبعا حمرنا الرز، مش حطينا شعرية، حطينا الرز وطبعا قلبناه كده. عندنا مية سخنة طبعا، هنروح حاطين المية بتاعتنا. طبعا مش لازم تغطي الرز. ادي المية، نبدأ نرش كده لحد ما تكون يا دوبك يا دوبك مغطية وش الرز. طبعا قلبنا عشان الملح طبعا اللي احنا حطيناه. الله 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 الله، صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله 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 الله، ايه الجمال، ايه الروعة.
صدقوني انا جعت، والله اقسم بايات الله انا جعت. الريحة والجمال والروعة، ايه الحكاية؟ قناتنا باسم الجديد، القناة بتاعتنا باسمها الجديد طبخي انا والمدام. اتمنى منكم اشتراك في القناة وتدق الجرس.